المرجو الانضمام إلى قناة طبخ سهل وبسيط عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكرا لكم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم كيكة شهية ولذيذة بمذاق الفستق ولكن بدون فستق. لنبدأ على بركة الله. لدينا 3 بيضات و300 جرام من الدقيق و16 جرام من خميرة الحلوى أو بيكنج باودر وسكر فانيلا وحبتان من القرع الأخضر أو الكوسة المبشورة بطريقة رقيقة جدا و150 جرام من السكر ما يعادل كأس عنب سكر وملعقة كبيرة من الخل وعلبة ياغورت بنكهة الفستق. وزن العلبة 110 جرام و150 ملل من الزيت ما يعادل كأس عنب زيت. أضيف القليل من الملح إلى البيض وأقوم بخفق البيض حتى يتضاعف حجمه ويتحول لونه تقريبا إلى أبيض. ثم أضيف السكر وسكر فانيلا والزيت والياغورت والقرع الأخضر ثم أضيف الدقيق تدريجيا خميرة الحلوى وفي الأخير أضيف ملعقة كبيرة من الخل. ثم أفرغ خليط الكيك في قالب مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق وأدخل قالب الكيك إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة. هذا هو الشكل النهائي للكيكة. قمت بتزيينها بالعسل وبشوكولاتة فرميسيل وجوز الهند، والتزيين يبقى حسب الرغبة. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في قناتكم طبخ سهل وبسيط، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على فيسبوك. ودمتم في رعاية الله.